اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. حبايبي من كل مكان، شرفتوني ونورتوني في فيديو النهارده. اتمنى كده من كل اخ واخت بيتفرجوا عليا جديد ينزلوا بسرعه يحطوا لايك وتشتركوا في القناه. طبعا بقى كده زي ما انتوا شايفين هنعمل كده روتين فوق السطح. وقبل ما نطلع كده نعلف الطيور قلت اما نوريكم كده المش بتاع ماما وهي حاطه في ايه وهي حاطه فين اصلا. طبعا بقى كده زي ما انتوا شايفين هي حاطاه في بلاصي باين ولا مش عارفه هو اسمه ايه، وهي حطت فوقيه الرخامه. عايزه اقول لكم ان الرخامه دي تقيله قوي قوي يعني. يعني مهما حصل او في هوا كتير او كده الرخامه دي ما بيجرالهاش اي حاجه. فهي بتقوم مغطياه بقى بالرخامه ديت. وطبعا بقى طلعنا فوق كده زي ما انتوا شايفين عند الطيور. احنا مقسمين الطيور، البط الكبير لوحده والبط الصغير لوحده، والبط بقى اللي هو الصغير خالص خالص بقى ده لوحده، والفراخ لوحدها. طبعا كده دخلنا كده على البط كده الصغير خالص زي ما انتوا شايفين اهو. دوت يا جماعه ليه اكل لوحده خالص، يعني ليه علف كده بياكله. فالصغير ده بيبقى ليه كده اكل خاص غير الكبير. لما بيكبر بقى بنأكله زي الكبير. طبعا بقى كده زي ما انتوا شايفين ده بقى البط الكبير اهوت. الوسط فيه اكبر من كده بس بقى في الجزئية التانية هوريهولكم برضو. دوت بقى يا جماعة بياكل بقى ايه، بواقي اي اكل. ده ملوش يعني اكل خاص ولا اي حاجة، ده بياكل اي حاجة. انما البط الصغير وبرضو الفراخ وهي صغيرة بتاكل برضو ايه، لها اكل كده خاص اللي هو العلف. طبعا زي ما انتوا شايفين هي بتخلط بقى ايه الاكل كده كله ويا بعضه، يعني مثلا بواقي اكل مع مثلا دش مع ردة مع حاجات من دي يعني. بتخلطهم كده كلهم ويا بعض وعيش وحاجات من دي، وبتقوم حطاهم بقى للبط اللي هو الكبير ده. فطبعا بقى كده زي ما انتوا شايفين احنا ده اول ما دخلنا كده على البط. هوريكم لسه البط الكبير وهوريكم الفراخ. طبعا يا جماعة بقى طبعا البط الكبير بيبيض وكده والبيض بتاعه بقى اللي بيطلع لنا البط الصغير اللي احنا علفناه في اول الفيديو. انما الفراخ هي بتبيض بس، يعني ما بترقدش يعني ولا حاجة. هوريكم برضو البيض اللي احنا جبناه. صلوا بينا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وحطوا اللايك. طبعا بقى ديت الجزئية التانية اللي فيها البط الكبير خالص بقى اللي هو الدكورة بقى وكده. طبعا ده البيت يا جماعة بتاعه الجو كان ضلمة جوه، فما كانش الإضاءة كانت حلوة وكده. فطبعا زي ما انتوا شايفين ده البيت اللي هم راقدين عليه، اللي هو بقى ايه بيطلع لنا البط الصغير اللي احنا شفناه في اول الفيديو. اي بواقي اكل بقى يا جماعة، يعني خيار قتة عيش اي حاجة بتخرطها لهم وبتحطها لهم كده. طبعا كان في كده قتاية كده كبيرة كنا جايبينها من الارض. فهي طبعا بقى ايه قالت اما اخرطهم كده للفراخ. الفراخ يا جماعة بتحب الخضار قوي، فهي اما قالت بقى ايه تعالي بقى اما نوريهم بقى احنا بنحط ايه للطيور وكده، وبنحط لهم اكل ايه وكده. طبعا يا جماعة الطيور مش كلها زي بعضها ولا كلها بتاكل نفس اكل. يعني مش كل الطيور بتاكل نفس الاكل، كل حاجة وليها حاجة. يعني البط بياكل مثلا، البط الكبير بياكل بواقي اكل، انما البط الصغير ما يعرفش ياكل بواقي اكل اصلا، فلازم نجيب له علف. برضو الفراخ البيضة نفس النظام، ما بتاكلش اي بواقي اكل، لا لازم ليها علف. كل حاجة وليها حاجة. طبعا يا جماعة زي ما انتوا شايفين ده البط هو بقى كان بياكل. طبعا زي ما انتوا شايفين كده هي بعد ما حطت له الاكل بقى قلنا ما ندخل كده بقى للفراخ. احنا خلصنا كده البط، ندخل بقى للجزئية بقى الثانية اللي هي الفراخ دي بقى الفراخ اللي بيقولوا عليها الفراخ البلدي. احنا برضو جايبين فراخ بيضة بس لسه كتاكيت صغيرة هبقى اوريها لكم برضو. طبعا بقى هنا زي ما انتوا شايفين ده البيض بقى، ده البيض اللي بننزله كل يوم. يعني على حسب برضو على حسب ما بياكلوا ويشبعوا، يعني لو شبعوا قوي ممكن 3-4 بيضات في اليوم، لو اللي هو بيضتين او بيضة يعني. فطبعا زي ما انتوا شايفين دول بقى اللي بينزلوا لنا البيض كل يوم، ودول بقى الخير والبركة بتوع البيت. انما بقى البط التاني هم الخير والبركة برضو، بس دول بقى ايه بينزلوا لنا يوماتي. فطبعا بقى هنا علفناهم وقفلنا الباب بقى عشان ما يطلعوش. ونيجي بقى هنا يا جماعة دي بوكسية برضو عاملينها كده في جنب علشان لو جبنا طيور تانية او في طيور تانية وكده نحطها فيها تبقى جاهزة يعني.
زي ما انتوا شايفين بقى، قلت برضو ما اوريكم كده الارض والزرع كان عامل ازاي وشكله من فوق بيبقى عامل ازاي. دي يا جماعه الارض اللي هي ورانا اللي فيها بقى القته واللي فيها القطن، فيها قته وفيها قطن. وفي ارض اللي هي الطينه ديت فيها بطاطا. جينا هنا بقى قالت لي ايه، تعالى اما نفرز البيض. زي ما انتوا شايفين كده، بتجيب البيضه وبتحطها عند عينيها وتشوف هي البيضه هيبقى جواها يعني كتكوت وكده ولا هتبقى فاضيه. زي ما انتوا شايفين كده بقى، هي بتحط البيض عند عينيها كده وتشوف لو هي بقى فيها وكده، يبقى بنسيبها تاني للبط، البط يرقد عليها وبيطلع لنا بقى بط صغير وكده. لو هي ما فيهاش حاجه فهي بتطلعها في جنب. بس طبعا ما بينفعش خلاص ان هي تتاكل ولا اي حاجه، هي بتترمى لان خلاص البط بيبقى رقد عليها وكده وقعد عليها، فبيبقى خلاص بقى ما ينفعش خالص، فبنسيبها بقى او بنرميها كده في جنب. اللي هي بقى بتحطه دوت، تحطه في البتاع الحمراء اللي هو كويس، هترجع بقى تعبيه تاني وتحطه تحت البطة علشان ترقد عليه وتطلع لنا بقى بط صغير. انما ال4 بيضات اللي هي طلعتهم دول فهم مش كويسين. اتمنى بقى كده النهارده الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم.